مساء شريف وعظيم على الجميع. لوتري 2026 أو الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، الحلم الذي ينتظره الملايين. لوتري 2026، وده الكلام ده موثوق برغم أنه لم يعلن عنه حتى الآن رسميا، لكن حاسبوني على التاريخ اللي أنا هقوله. هيبدأ التسجيل في مساء الجمعة 4 أكتوبر 2024، يعني خلال أيام، وسيتم غلق باب التسجيل يوم 7 نوفمبر 2024 بتمام الساعة 12 مساء. التسجيل هيكون على موقع dvlottery.state.gov، وعشان اسهل عليكم الدنيا هحط لكم لينك الموقع في الكومنتس تحت. ويفضل من وجهة نظري عدم التقديم في بداية أول يوم، لأن بيبقى فيه ضغط ولود كتير جدا بيعمل السيستم داون على الموقع، وبالتالي انت كل ما تيجي تخش او تحاول تخش ما تعرفش. وهي مش اتوبيس هتطلع الاول تلحق كرسي، لا، هي لوتري، هجرة عشوائية، قرعة عشوائية. يعني اي وقت هتقدم فيه من يوم 4 اكتوبر لحد يوم 7 نوفمبر تبقى ليك فرصة من 50,000 فرصة لأشخاص حظهم كويس وهيكسبوا اللوتري. طيب، ايه الشروط للتقديم على اللوتري؟ رقم 1، تكون اتولدت في بلد غير محظورة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا لا توجد دولة محظورة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم طبعا مصر. تاني حاجة، تكون أتميت 12 سنة تعليم في بلدك. يعني لو بحسبة اللي انت اتولدت وبدأت بعد ما تخش مراحل اللي هي حضانة وابتدائي، لو وصلت لمرحلة ثانوي يعني خدت الشهادة عليا، من حقك تقدر تقدم. المهم تكون أتميت 12 سنة تعليم. تالت حاجة بالنسبة للذكور، تكون أنهيت الخدمة العسكرية أو خدت إعفاء من الخدمة العسكرية. رابع حاجة ودي مهمة جدا، يكون الباك جراوند بتاعك معلكش أي جرائم جنائية أو إرهابية تعثر دخولك الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن تكون حصلت على الجرين على القرعة الهيكلية أو جرين كارد، لكن تيجي تخش من خلال بوابات الرسمية أو الشرعية في المطارات الأمريكية هيتم استوقافك بسبب الباك جراوند، التشيك باك جراوند، الخلفيات الجنائية والقضائية بتاعتك. أهم حاجة وانت بتقدم على اللوتري، ما تقدمش كذا مرة، انت بتقدم مرة واحدة، لأنك انت لو قدمت كذا مرة بيتم إلغاء جميع التقديمات اللي انت قدمتها على الموقع. من حقك تقدم باسمك، من حق زوجتك تقدم باسمها، ومن حق اولادك يقدموا باسمهم ما دام سنهم تجاوز ال 16 سنه. طب لو اولادك تحت 16 سنه بتضمهم معاك في التقديم بتاعك انت وزوجتك، لكن ممكن تقدم باسمك وزوجتك معاك واولادك تحت 16 سنه، او تخلي زوجتك هي كمان تقدم ليها وتقدم لك معاها وهي والاولاد تحت 16 سنه. طب لو الاولاد فوق 16 سنه بيقدموا كل واحد لوحده. طيب، ايه تاني مهم؟ خد بالك لما بتيجي تقدم تكون بتتعامل مع جهة يا بروفيشنال، يعني محترفة في تقديم الموضوع، يا اما صديق يساعدك في دوت، لان التقديم على اللوتري الابليكيشن ليه وقت معين ولازم تنجزه في الوقت دوت، وكمان ليه مواصفات معينه في التقديم، من ضمنها الصوره اللي بتاخدها ال5 في 5 بخلفيه بيضاء، فدي ويقول لك من الودن للودن وتبقى واضحه ما عليهاش اي فوتوشوب او اديتنج. يعني حاول قدر الامكان. وفي مراكز سواء في الكنايس او في مراكز كمبيوتر او شركات سياحه بتساعدك بمقابل رمزي للتقديم على اللوتري. ما تفضلش انك انت تقدم اول يوم، استنى لتاني يوم، استنى بعديها باسبوع اسبوعين، المهم تقدم صح، مش مهم تقدم بسرعه، المهم تقدم صح. طيب، لوتري 2026 ليه 26؟ لانك انت من اول ما هتفوز باللوتري في مايو 2025، ده ان شاء الله يكون من حظك يعني، لو انت فزت باللوتري ولو اعلنت النتيجه في مايو 25 بتفوت على شويه اجراءات، من ضمنها الكشف الطبي، من ضمنها اوراق كده معينه بتعملها، بتقدم حاجات وبتعمل مقابله في السفاره برضو، وممكن المقابله دي تترفض فيها عادي جدا لانك لم تستوفي الشروط اللي احنا قلنا عليها او شروط اخرى.
فبتبدأ توصل اللي انت في 2026 تكون خدت الجرين بشكل كامل متكامل وسافرت. من ضمن المعوقات برضو موضوع الحالة الصحية، لان في حالات صحية بالذات بفيروسات معينة بيسموها فيها عدوى يعني او فيكشن، دي بتمنع برضو من حصولك على جرين كارد بعد ما تاخد الموافقة عليه او انك فزت بيه يعني. اهم برضو حاجة خد بالك، ربما تتأخر عن 2026 كمان، لان في ديلي او في تأخيرات حصلت من ايام الكورونا، تجاوزت السنتين وثلاثة ولا 4 كمان لناس خدوا الجرين كارد، وفي ناس اتلغى لهم الجرين كارد وسقطت المدة بتاعتهم. ففي شوية مشاكل كده بتحصل. عشان كده بقول لك ما دام انت ما عندكش خبرة في الموضوع او خايف ان انت تخبط وتقع، حاول تعتمد على مركز متخصص او شركة سياحة او انا ما عنديش، عشان انا ببعت تنبيهات وبلاقي ناس بتكلمني في عكسها. يعني لسه من كام يوم مصور فيديو بقول فيه يا جماعة أنا ماليش أي اختصاص إن أنا أسافر حد من مصر لأمريكا. أنا أقدر أساعد الناس اللي بتيجي هنا، لكن برضو ستيل لحد هذه اللحظة بتجيلي رسائل إحنا عايزين نسافر أمريكا، اللي هو إزاي. فأنا بوضح أهو، أنا مش برشح شركة سياحة معينة أو مركز كمبيوتر معين أو مركز متخصص في تقديم على اللوتري معين أبدا. أنت حاول تجتهد وتسأل ناس. على فكرة هتلاقي الجار فوقيك وقريبك واخوك وابن عمك وصاحبك في الشغل كلهم قدموا. تسألهم ازاي قدموا، حتى لو ما نجحوش او ما توفقوش، لكن ازاي قدموا بشكل سليم وصحيح. الحاجة الأخيرة اللي بقولها، لما تيجي تاخد التقديم بتاعك يعني وتتمه، لازم تحتفظ بالكود كونفirmation نمبر، لان دوت بتاريخ ميلادك. هتقدر بعد كده لما تيجي في شهر 5، اعتقد بيبقى اول اسبوع في شهر 5، تسأل او تعمل انفستيجيت على الكيس بتاعتك، تقدر توصل للنتيجة بدل ما تلف ال7 لفات. فهو في اخر صفحة كده بعد ما تقدم خالص بيديك كونفirmation كود نمبر احتفظ بيه، يبقى بين 14 رقم او حاجة زي كده، 14 رقم على حرف بتحتفظ بيه. فخلي بالك منه وافتكر تاريخ ميلادك كويس، علشان لما يجي ميعاد الاستعلام على النتيجة في شهر 5 تقدر توصل للنتيجة بشكل سهل. اوكي، بالتوفيق للجميع. اتمنى ان شاء الله الكل يتوفق. في 50,000 فرصة تقدر انت تجيلك فرصة منهم عن طريق اللوتري وتيجي امريكا. وصدقوني اللي بيجي امريكا، تحديدا امريكا، عن طريق اللوتري بياخد الجرين كارد، بيبقى متجاوز كم من المقاومات والحواجز والحفر اللي بتقابل حد جاي بطريقة تانية. انت بتبقى جاي ومعاك ورقك، جاي تقدر تقدم على الميديكال، تقدر تقدم على المزايا سواء فوت ستامب او وريفر، تقدر طبعا لو ما عندكش دخل لسه تقدر تقدم على اشغال كتيره جدا، لان خلاص انت معاك ورق. تقدر تطلع رخصه العربيه بتاعتك او رخصه السواقه يعني، تقدر يعني خلاص معاك ورق. وخلاص بتعد بقى من اول ما دخلت امريكا او خدت الجرين كارد 4 سنين و9 شهور عشان تقدم على الجنسيه. فانت بتتجاوز يعني مشاوير طويله، غيرك لسه مستق فيها ولسه تعبان منها.